انجح واسهل وابسط طريقه تخزني بيها المانجا الناعم. الطريقه دي انك تقطعيها شرايح كده وتفرديها زي ما انا هعملها دلوقتي، وهتبقى جميله وسهله عليكي. ومنين ما تعوزاها هتلاقيها من غير ما تسيبها تفك، هتبقى كل واحده فيهم هتطلع لوحدها. نسمي الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد، وعلى بركه الله نبدا الفيديو بتاعنا. دول كده حوالي 6 كيلو مانجا ناعم، هنمسكهم نقشرهم. طبعا انا غسلتهم وسبتهم لما تصفوا خالص من ميتهم، وبعد كده هقشرهم. واكتر واحسن حاجة تقشري بيها السكينة المشرشرة دي، بتقشرها بسرعة جدا. لو عجبك الفيديو يا حبيبتي ما تبخليش عليا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد، وتسيبي تعليق حلو منك يشجعني. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المانجا النعوم هي أكتر مانجا تخزنيها، لأنها بتبقى كلها لحم ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. بدأت كده أقشرها كده، بتديكي كمية حلوة جدا، تقدري تعملي منها كل وصفاتك وكل اللي انت عايزاه، من أول العصير لحد الكنافة والتورت والوصفات الجميلة بتاعتك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أستغفرك ربي وأتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص كده نبدأ نخلص الكمية بتاعتنا كلها نقشرها. طبعا القشر ده احنا مش هنرميه، ولا المانجا اللي بتبقى حوالين البذرة بتاعتها، كل ده هنعمله عصير، وبيبقى عصير جميل جدا، احسن واجمل كمان من المانجا نفسها. يعني كل حاجة في المانجا ديت انت بتستفيدي بيها، القشر والمانجا اللحم بتاعها وكل حاجة ما شاء الله. المانجا النعوم من اجمل انواع المانجا اللي انت تخزنيها. القشر ده اهوت انا بقولك احنا دلوقتي مش هنرميه، احنا هنستفيد بيه وهنعمله عصير. هنبدأ بقى كده نقطع المانجا بطريقة سهلة جدا. طبعا السكينة دي صعبة اوي في تقطيع المانجا، المشرشرة هتبقى احسن. بقطعها بالطريقة اللي انت شايفاها ديت كده، ودي الجوانب برضو ما بتترميش، هنقطعها برضو ونعمل بها وصفاتنا زي ما احنا عايزين بقى. كاسات الجيلي، كاسات الكنافة، اي حاجة كده نعملها في وصفاتنا. ان شاء الله رمضان داخل علينا، كل سنة وانتم طيبين. وهنعملها كده في وصفات رمضان وغير رمضان، طول السنة بتبقى موجودة معانا بطريقة جميلة خالص. هنا كده جبت السكينة المشرشرة، وطبعا واضح من الفيديو ان هي سهلة وسريعة جدا في تقطيع المانجا. بقطعها كده بالشكل ده، كل حاجة فيهم هفرزها لوحدها. خلاص كده انا خلصت الكمية بتاعتي. وده البذر اللي طلع اهوت برضو مش هنرميه، البذر والقشر هنعمله عصير، والمانجا بس اللي هنفرزها. دي بقى طريقة جميلة، بدل ما نحطها في اكياس على بعضها كده او علب او حاجة، لا بتجيب صينية كده وبتقطعي فيها كيس من بتاع الفريزر ده، وتبدأ ترصها كده جنب بعضها وبتفرزيها. بعد كده بتطلع كل واحدة لوحدها وبتبقى سهلة جدا. انا لقيت كده المانجا الاحجام الكبيرة بقطعها نصين كده، شرايح نصين، علشان اما تطلعيها ما تضطريش ان انت تستنى عشان تقطعيها ولا حاجة، تبقى جاهزة معاكي كده على طول. لو هتحطها في كنافة او هتحطها في تورته او حاجة، بتبقى جاهزة معاكي ما بتاخدش منك وقت. دي كده الطبقة الاولى. بحط برضو كيس تاني فوقها، وهبدأ احط عليها برضو باقي المانجا. كل واحدة برضو بقسمها نصين كده، لان المانجا ما شاء الله كبيرة، فانا لقيتها هتبقى كبيرة كده او لو فرستها زي ما هي. خلاص كده انا خلصت الكمية بتاعتي ما شاء الله لا قوة الا بالله. وديت الشرايح الرفيعة ديت ممكن تقطعي منها مكعبات، وممكن تسيبها زي ما هي كده، دي حاجة ترجع لك انت وحسب ذوقك. خلاص كده احنا هنفرزها، وبعد كده هنشوف اما نطلعها من الفريزر هيبقى شكلها ازاي. عملت العصير اهوت من القشر بتاع المانجا، وده تاني يوم يا حبيبي ما طلعتها من الفريزر. شوفوا بتطلع ازاي بمنتهى السهولة اهي، وكل واحدة لوحدها
هنبدأ بقى نفرزها في الاكياس بتاعتها. طريقة سهلة وجميلة وبتوفر عليك كتير. وتبدأي كده تحطها في اكياسها بقى، منين ما تعوزي على قد الكمية اللي هتعوزي منها هتطلعي. مش هتستني بقى لما تفك، تستنى بقى لما تفك من التلج ولما عشان تعرفي تطلعها من بعضها، لا، دي سهلة وكل واحدة لوحدها كده مش هتلزق خلاص في بعضها تاني. بس نعملها ونرجعها الفريزر بسرعة. دي الشرايح الرفيعة كده هنحطها في الاكياس بسرعة علشان ما تبدأش تفك مننا، ونبقى نطلع منها بس على قد الاستعمال. دي شرايح بقى المانجا اللي هنستخدمها في وصفات الكنافة والتورت والحاجات بتاعتنا اهي. ما شاء الله لا قوة الا بالله. بفك بس الكيس بتاعها كده اللي بينها وبين بعضها، طالعة هي كل واحدة لوحدها ومش هتستنى عليها لما تفك ولا اي حاجة. طريقة سهلة وبسيطة خالص وتوفر عليكي وقت كتير. كده بقى كل واحدة لوحدها هي تبدأ تحطها بقى كده في الكيس خلاص. اما تعوزي لو عوزت 2 3 4 واحدة على قد ما هتعوزي هتطلعيها من الكيس تاخديها وبس كده. كل واحدة تبقى مفرزة لوحدها مش هيمسكوا في بعض تاني. دي كده يا حبايبي هي كل الكمية ما شاء الله لا قوة الا بالله. وبكده خلصت وصفتنا.